السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية نتيجة الثانوية العامة في المنام. رؤية نتيجة الثانوية العامة في المنام تدل على القرارات المصيرية، فرؤية النجاح في امتحانات الثانوية العامة في الحلم تشير إلى تحقيق الأماني والرغبات، ومن رأى أنه يرسب في امتحانات البكالوريا في المنام فذلك دلالة على الإخفاق في أمر مصيري أو الفشل في تحقيق مساعيه. إذا رأى الطالب امتحانات الثانوية العامة في المنام فذلك دليل على تفكيره بكثرة بمستقبله وقلقه من الامتحانات بالعموم، ومن رأى أنه يجتاز امتحان الثانوية العامة بنجاح في الحلم فذلك دليل على اجتياز الرأي مرحلة قاسية من حياته. من رأى نتائج البكالوريا تتأخر بالصدور في المنام فذلك دليل على التوتر الكبير الذي يشعر به صاحب الحلم، وتشير رؤية إلغاء نتائج الثانوية العامة في الحلم إلى تغير جذري في حياة الرأي. من رأى أنه يزور نتائج الثانوية العامة في المنام فإنه يخالف القوانين والشرع، فتزوير نتيجة الثانوية العامة والنجاح بتدل على الوصول للأهداف لكن بطرق ملتوية. رؤية الحبيبة ناجحة بنتيجة الثانوية العامة في المنام تدل على تحسن أحوالها ونجاح العلاقة معها، أما رؤية رسوب الحبيبة بنتيجة البكالوريا في الحلم تدل على فشل العلاقة لسوء مساعيها. نجاح الابن في نتيجة الثانوية العامة في المنام دليل على نجاحه في الحقيقة إن كان طالب ثانوية، وقد تدل على زواجه إن لم يكن طالب علم، وتشير رؤية رسوب الابن في نتيجة البكالوريا في الحلم إلى حاجته للمزيد من الرعاية والتوجيه للطريق السليم. الحصول على درجات عالية في امتحان الثانوية العامة دليل على العلو في الشأن ونيل الرفعة والمكانة العالية، وحلم الحصول على نتيجة منخفضة بنتيجة امتحان الثانوية العامة يدل على مشاكل تواجه صاحب الرؤية بسمعته أو مكانته بين الآخرين. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.